السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي أعزائي، مرحبا بكم على قناتكم سيري سور الجاتو. يسعدني اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة سهلة مهلة بسيطة، سوفلي بطاطا. وصفتنا اليوم بنينة وخفيفة، تستاهل انكم تجربوها وتعطوني آراءكم. إذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة ما عليكم إلا الاشتراك، نقولكم مرحبا بكم. بطبيعة الحال نرحب بجميع آرائكم ومقترحاتكم وتعليقكم. نخليكم مع الوصفة اللي هي سوفلي بالبطاطا كما قلت لكم، سهل ماهل. نتمنى وصفة اليوم تنال رضاكم وإعجابكم، وبطبيعة الحال ما تنسوش باش تدعموني باللايك متاعكم. بركة الله نبداو الوصفة متاعنا اليوم. وصفتنا سهلة اللي تقولوا ما عادش، ومن أروع ما يكون. دوك هنا عندي 4 حبات بطاطا متوسطين، سلقتهم في الماء والملح. عندي ساشية تاع فخوماج فيها 70 غرام، وزدت لها 3 حبات فروماج هكذا كاري. انا نحب النوع في الفروماج، ما نحبش قو واحد باك. عندي 4 ملاعق كبار تاع حليب، شويه معدنوس، شويه زبده، وعندي 50 غرام كذلك زبده حطيتها تذوب. دوك نوريها لكم. وثلاث حبات بيض، من 2 الى 3 حبات بيض، لا شابلوغ، فلفل كحل وملح. وعندي هادو لي غنكا اللي يطيبوا فيهم لا كريم برويلي، دونك بهم راح نخدمو. اول حاجه نقوم بها هي ندهن لي غنكا نتاعي مليح بالزبده كي اي قالب، يعني راح ندخلوه للفرن كيف نفس الشيء. ومن بعد نضيف عليه لا شابلوغ، ونحاول نمررها في كل مكان باش تلصق في الزبده هذيك وتشد لنا. كما سبق لي قلت لكم، وصفه سهله وما تشدش اليد جمله، يعني في ساعه تتحضر. ملاحظه برك بالنسبه للبيض، راح نستعمل 2 بيضات، نحي الصفار وحده والبياض وحده. هنا كما راكم تشوفوا راح نهرس البطاطا تاعي مليح، لازم تكون مهرسه مليح، ما يخليوش فيها لي مورسو. ومن بعد نضيف عليها 50 غرام الزبده الذائبه اللي سبق لي قلت لكم عليها في المقادير، نخليهم لكم كامل في صندوق الوصف من تحت. ثم نضيف عليها الحليب الدافي، حليب خذوه دافي شويه كمان باسكو بطاطا وما نحبوهاش يعني تكون يابسه، لا تكستور تاعها تكون طريه. ثم نضيف عليها 2 صفار بيض، وبياض البيض نطلعه ثلج مع قرصة من الملح باش نضيفوه في الآخر. ملاحظة صغيرة برك، لازمكم تشعلوا الفور مسبقا على 220 درجة، هذه تري امبورطون، سينو الوصفة ماهيش باش تنجح لكم. ومن بعد نضيف عليها المعدنوس، رشة الملح والفلفل الأسود، ونزيد عليها كذلك بياض البيض اللي طلعته. سمحولي المقطع تمحى من عندي من عرش كيفاش. ونحطها في الليغانوكا وندخلها للفور اللي سبق لي وسخنته على 220 درجة لمدة 15 دقيقة. وبطبيعة الحال إذا كان تحبوا نعمل لكم السوفلي أو فرماج، ما عليكم إلا تقولوا لي اون كومونتير. وهنا اللي كان تاعي بعد ما عداو 15 دقيقة في الفور كما راكم تشوفوا جاوي شهي وبنان. نتمنى وصفة اليوم تنال رضاكم وإعجابكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني باللايك متاعكم. إلى هنا دمتم في رعاية الله وحفظه. ندير لكم ديكو بيزو ونقول لكم ملتقانا في الفيديو القادم إن شاء الله.